ده حوالي ربع ساعه بالضبط او ما كملتش كمان ربع ساعه. العجينه ده شكلها بعد ما خمرت وارتفعت كده وبصوا بقى مليانه كده من على الوش فراغات، ريحتها حلوه جدا وباذن الله باذن الله لما تجربوها هتلاقوا طعمها حلو كمان. زي ما قلت لكم تنفع معاها حشوات حلوه وحادقه وهتبقى تحفه جدا. وعلى فكره تقدروا تسيبوها في الصينيه وتحطوا عليها مكونات البيتزا واضغطوا وسيبوها تستوي هيبقى معاكم احلى بيتزا في الدنيا. يعني العجينه دي تقدروا تعملوها كذا وصفه وتبقى حلوه جدا. تاخد فيها على طول، اول ما تطلع هتفضل معاكي طريه لحد اخر قطعه. مهما تطول عنك تقعد معاكي وقت طويل هتفضل طريه زي ما هي. زي ما قلت لك تقدروا تعملي كميه كبيره مره واحده وتحطيها في الفريزر تطلعي منها كل يوم الولاد الصبح او بالليل او وقت ما يحتاج هتلاقيها طريه وطعمها حلو كانها طازه بالظبط. هنسوي بقى كل العجينه طريه كل ما نشيل واحده هندي طاسه زيت نحط بقى العجينه على الطاسه وناخد لون من تحت نقلبه ياخد لون على الناحيه الثانيه ونطلعه مغطي المطبخ نظيفه وكده يبقى معانا احلى فطار واحلى عشاء الدنيا او حتى اللانش بوكس. وصفه حلوه جدا وسهله وسريعه زي ما انتم شايفين وطعمها حلو جدا باذن الله هتعجب الولاد جدا جدا. عايزه بس اوريكم هي قد ايه طريه ومن جوه كده عامله زي السفنجه اللي مستويه كويس جدا. لو عايزين نوفر البيت هتاخد لون من بره ومن جوه تفضل عجين لازم توطي النار عشان تستوي براحتها وتبقى زي ما انا عاملاها كده بالظبط. الدنيا بقى مع حشوه حلوه وحادقه هتعجب الولاد جدا وهتعجب جدا ان شاء الله. انا كده خلصت الفيديو يكون عجبكم سيبوا لي كومنت لو عجبكم واسيبكم في حفظ الله اشوفكم فيديو جديد مع الف سلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهارده مع بعض شوية فطاير كده على الطاسة تحفة زي ما انتم شايفين. شكلها حلو قوي، طرية جدا، طعمها حلو جدا جدا، مغذية للولاد كده لما يبدأوا بيها يومهم الصبح. تقدروا كمان تديها لهم في اللانش بوكس، تحطي جواها يعني حشوات جبنة بقى، مربى، حلاوة، أي حشوات هتنفع معاها حلوة جدا. فطار بقى، عشاء خفيف مثلا بالليل. حاجة حلوة جدا وسهلة وسريعة اقتصادية كمان. تقدري تضيفي لها أي إضافات لو عايزة مثلا تعمليها بالخضار، عايزة تعمليها بأي لحوم، عايزة تزودي فيها أي حاجة لولادك هتزوديها على العجينة الأصلية اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. هتبقى حلوة جدا، جربوها بإذن الله هتعجبكم جدا. هنسمي الله ويلا نبدأ وصفتنا. بس ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين وفعلوا زر الجرس. أول حاجة هحتاجها للوصفة بتاعتي النهاردة بولة كده كبيرة، تكون كبيرة عشان تعرفي تقلبي براحتك. هتحطي فيها كوباية كبيرة من اللبن الدافي، دي حوالي كوباية كبيرة. هحط لها نص معلقة سكر ونص معلقة ملح، وهحط كمان معلقة من الخميرة الفورية. تقدري تستبدلي اللبن ده طبعا بميه وتزودي لبن بودره لو عايزه. تقدري تستبدليه بزبادي، يعني تعجني العجينه بتاعتك بالزبادي، بس هتزودي الزبادي شويه ميه صغيرين كده عشان يديكي ايه القوام اللي هو السائل بتاع اللبن. عندك لبن رايب، عندك مثلا لبن طالع من القشطه بعد ما عملتي القشطه سمنه، في لبن كده بيطلع منها. يعني اي حاجه متوفره عندك هتقدري تعجني بيها وهيبقى طعمها حلو جدا معاكي. فعندك بدائل كتير اختاري منها. اخر حاجه معايا في المكونات كوبايتين كبار من الدقيق المنخول وبس كده. هي دي كل المكونات بتاعتنا، مفيش بيكنج باودر، مفيش اي اضافات تانية. وهنبتدي بقى نقلب فيهم. بصوا بقى الخميره قبل ما احط الدقيق كانت اتفعلت كده وابتدت تعمل فوم، معناه كده ان الخميره كده نشطه وجاهزه باذن الله ان هي تخمر العجينه في اسرع وقت. هنضيف بقى كوبايتين من الدقيق ونقلب، وهنحتاج طبعا لبن تاني بس هننزل بقى اللبن الباقي بالتدريج. عايزه خلاص ما تنزليش لبن تاني وتكملي بالميه مفيش مشكله، بس برضو خليها ميه دافيه عشان العجينه بتاعتك تخمر بسرعه، لان الجو برد جدا. فلو حطيتي لبن ساقع او ميه ساقعه هتقعد معاكي وقت. هنزل بقى بكوبايه اللبن التانية بالتدريج كده مع التقليب، ولو احتجت احط حبه صغيرين حبه صغيرين لحد ما القوام يظبط معايا زي ما هتشوفوه دلوقتي. هتبقى عجينه شبه عجينه الزلابيه كده او الكيكه الخفيفه، عشان تفضل بقى طريه معاكي اطول وقت. عايزه تعملي منها مثلا كميه كبيره تحطيها في الفريزر وتطلعي منها بقى لاولادك كل يوم على الفطار او على العشاء او حتى وهم رايحين المدرسه في اللانش بوكس. هتلاقيها طريه وحلوه وكانها طازه بالظبط. وكمان بتفضل طريه يعني سهل بقى تعمليها اي سندوتشات تحطي فيها اي حشوات، تطبقيها بقى نصين او تعمليها رول. بتبقى طريه وتحفه جدا، ما بتنشفش منك ابدا لان العجينه بتاعتك اصلا سايله. اي حاجه بتتعمل بالعجينه السايله بتفضل طريه اطول وقت ممكن، ما بتنشفش منك ابدا. حتى البيتزا لو عملتيها بالعجينة السايلة بتبقى أحلى بكتير من العجينة اللي احنا بنفردها في الصينية. جربوها بإذن الله هتعجبكم جدا. هفضل أقلب بقى لحد ما القوام كده يبقى ما فيهوش أي تكتلات من الدقيق ولا فيه أي حاجة ويبقى ناعم كده معايا. وبكده تبقى جاهزة بإذن الله إن احنا نسيبها تتخمر. بعد ما وصلت العجينة بقى للشكل ده اللي انتوا شايفينه، وما فيهاش اي تكتلات، ما فيهاش اي حاجة من الدقيق، القوام حلو جدا. هوريهولكوا دلوقتي بالمعلقة عامل ازاي. بس هنضيف بقى معلقتين كبار من الزيت، تقدري تستبدليهم بسمنة بس تكون برضو متسيحة عشان تقدري تقلبي المكونات كلها مع بعض وكلها تبقى ايه، يعني السمنة ما تبقاش مجمدة جوه العجينة. معلقتين الزيت دول بيدي العجينة طراوة ولمعة حلوة بعد ما تستوي. هنقلب بقى تقليبة أخيرة ونسيب بقى العجينة بتاعتنا دي تخمر على جنب. غطيها كويس، سيبيها في مكان دافي تخمر. أول ما تخمر بإذن الله هنرجع نشوفها ونسويها مع بعض. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا ولسه ما عملتوش لايك للفيديو، لو عجبكم حطوا لي لايك واعملوا شير مع أصحابكم اللي عندهم ولاد صغيرين وبيحتاروا في الفطار كل يوم مش عارفين يفطروهم إيه. واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين وفعلوا زر
بعد حوالي ربع ساعة بالظبط او ما كملتش كمان ربع ساعة، العجينة ده شكلها بعد ما خمرت وارتفعت كده. وبصوا بقى مليانة كده من على الوش فراغات، ريحتها حلوة جدا، وبإذن الله بإذن الله لما تجربوها هتلاقوا طعمها حلو كمان. زي ما قلت لكم هتنفع مع اي حشوات حلوة وحادقة، وهتبقى تحفة جدا. وعلى فكرة تقدروا تفردوها في الصينية وتحطوا عليها مكونات البيتزا وتغطوها وتسيبوها تستوي، هيبقى معاكم احلى بيتزا في الدنيا. يعني العجينة دي تقدروا تعملوها في كذا وصفة وهتبقى حلوة جدا. هنيجي بقى للتسوية. عشان تسوي العجينة بتاعتك دي لازم يكون عندك طاسة ما بتلزقش. اي مقاس بقى انت بتحبيه، اصغر من كده او اكبر من كده مفيش مشكلة خالص. زي ما قلت لك لو عايزة تعمليها بيتزا، دي عجينة بيتزا ممتازة. هتفرديها كده في الطاسة وحطي عليها كل مكونات البيتزا، الخضار واللحوم والجبن وكل حاجة، وغطي الطاسة بغطا ووطي النار على اوطى حاجة خالص، وسيبيها لحد ما تستوي تماما، وهيبقى معاكي احلى بيتزا في الدنيا. بس احنا النهارده هنعملها فطاير كده للفطار للولاد يشربوها ياكلوها مع اللبن. حاجة حلوة جدا ومغذية، وزي ما شفتي سهلة وسريعة ومش مكلفة خالص. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. جينا بقى الطاسة دهناها دهنة زيت خفيفة خالص بالفرشة كده أو بالمنديل، اديها مسحة زيت. ولازم كل ما تيجي تاخدي من البولة كده بتاعة العجين تقلبيها كويس جدا، لأن الدقيق بينزل لتحت، يعني هتلاقي اللي فوق خفيف واللي تحت تقيل. هتقلبي كويس جدا، وهتاخدي بقى كده بالكبشة بتاعتك أو المغرفة حبة على قد الطاسة، وتوزعيها كويس، وتسيبيها بقى على نار متوسطة، مش نار عالية ولا نار أوطى حاجة. على نار متوسطة لحد كده ما تبتدي تتشمع من تحت ومن فوق، تلاقيها ابتدت كده تتخرم كده. يبقى كده جاهزة ان انت تقلبيها بإذن الله. هتقلبيها بقى الناحية التانية وسيبيها برضو ما بتاخدش دقيقتين على الوش الأول، ودقيقة بالظبط بعد ما تقلبيها، وهيبقى معاكي أحلى فطيرة. هتقلبيها وأول ما تاخد لون من الناحيتين طلعيها وغطي على طول بفوطة مطبخ نظيفة، غطيها عشان تفضل طرية. أول ما تطلعيها وغطيتيها على طول، أول ما تطلع هتفضل معاكي طرية لحد آخر قطعة. مهما تطول عندك او تقعد معاكي وقت طويل هتفضل طريه زي ما هي. وزي ما قلت لك تقدري تعملي كميه كبيره مره واحده وتحفظيها في الفريزر. طلعي بقى منها كل يوم للولاد الصبح او بالليل او وقت ما يحتاجوا، هتلاقيها طريه وطعمها حلو كانها طازه بالظبط. هنسوي بقى كل العجين بنفس الطريقه. كل ما نشيل واحده هندي الطاسه مسحه زيت، ونحط بقى العجين على قد الطاسه. اول ما ياخد لون من تحت نقلبه ياخد لون على الناحيه التانيه، ونطلع ونغطي فوطه المطبخ النظيفه. وبكده يبقى معانا احلى فطار او احلى عشاء في الدنيا، او حتى اللانش بوكس. وصفه حلوه جدا وسهله وسريعه زي ما انتم شايفين، وطعمها حلو جدا، وباذن الله هتعجب ولادك جدا جدا. بقى انا كنت خلصت كل كميه العجين بتاعتي زي ما انتم شايفين، ما شاء الله كوبايتين الدقيق عملوا لي شويه حلوين كده من الفطاير، لان انا عامله حجم صغير. تقدري تكبري الحجم زي ما قلت لك براحتك خالص. سهله وسريعه وحلوه وطعمها حلو جدا، ريحتها حلوه جدا، مغذيه، واحسن كتير من الحاجات اللي احنا بنشتريها من الافران عشان الولاد يفطروا بيها. جربوها باذن الله هتعجبكم جدا جدا. عايزه بس اوريكم هي قد ايه طريه ومن جوه كده عامله زي السفنجه، لان هي مستويه كويس جدا. لو عليتي النار خدي بالك هتاخد لون من بره ومن جوه تفضل عجين. لازم توطي النار عشان تستوي براحتها وتبقى زي ما انا عاملاها كده بالظبط. هتقدميها بقى مع اي حشوات حلوه او حادقه، هتعجب الولاد جدا وهتعجبك جدا ان شاء الله. انا كده خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم. سيبوا لي كومنت لو عجبكم، واسيبكم بقى في حفظ الله. اشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.